السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. معاكم يوميات سمر المنير. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بقى يا حبايب قلبي قلت اخدكوا جولة عند عند بيت ابويا وكده. النهارده بقى يا جماعة رحت عند بيت ابويا، قرية جنب القرية اللي انا متجوزة فيها. وتعالوا ناخد جولة عند الأراضي بتاعة أبويا، ووسط الأراضي ووسط الخضرة. وتعالوا نشوف عند أبويا اللي هي المواشي وكده. طبعا بقى يا حبايب قلبي دوت شايفين الأجواء؟ ما شاء الله على الأجواء. الأجواء الخضرة ما شاء الله. ودوت بقى يا حبايب قلبي دوت قصب زارعينه حوالين الغلة وكده. اه، ما شاء الله. دوت زارعين حوالين الارض بتاعتنا. في ناس بقى بتزرع اللي هو الفول حوالين الارض، قصب، اي نوع انواع الخضرة اللي هي الشتوي. يعني في خضرة بتزرع شتوي وفي خضرة اللي هي الصيفي. يعني طبعا احنا في الشتاء بنزرع بقى طبعا اللي هو البنجر والغلة والبرسيم اللي هي الربة والجزر والحاجات ديت يعني، والفول الاخضر وكده. والصيف بقى الناس بتزرع بقى اللي هو الذرة والرز والحاجات دي. طبعا بقى وديت الاراضي الغلة وما شاء الله على الاجواء. واحنا بقى طبعا يا حبايب قلبي داخلين على رمضان. ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين. اللهم امين. واجعلها سنة سعيدة علينا وعلى المسلمين. اللهم امين. وده طبعا بقى شايفين الاجواء؟ ما شاء الله على الاجواء. الاجواء الخضرة. وكان اليوم كان جميل، وكان الجو برضو كان جميل. ما جميل الا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بقى والاراضي بقى كانت حوالين البيوت بتاعتنا وكده. وطبعا بقى انت ما تقومي من النوم الصبح كده وتفتحي الشباك كده وتيجي تبصي تلاقي حاجات اللي هي الخضرة. طبعا الخضرة وكده بتبقى تحسي كده اللي انتي في راحة نفسية وكده. يعني ما شاء الله على الأجواء يعني وكده. ودوت زاوية زارعين برضو حوالين البيت بتاعنا اللي هو الجوافة. الشجرة اللي انا وريتها لكم دلوقتي دي شجر الجوافة وكده. ما شاء الله. وحوالين البيوت كل الأراضي بيبقى زارعين شجر زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت كده. وتبقى المناظر ما شاء الله. المناظر بتبقى طبيعية وجميلة ما شاء الله. وكان الأجواء كانت جميلة بصراحة يعني. وكان يوم كان جميل والشمس يوم ما كانت طالعة والأجواء كانت حلوة بجد والله ما شاء الله. وده طبعا بقى يا حبايبي ديت الغلة اللي بيطلع بقى منها التبن. هوريكم التبن اللي هيطلع منها دلوقتي اللي هو التبن يبقى أكل المواشي وكده. والغلة دي بقى اللي هو القمح اللي بيطلع منه الدقيق والحاجات دي زي ما صورت لكم في فيديو قبل كده اللي هي الغلة وانا رايحة اطحنها وكده. دي طبعا طالعة من الغلة اللي هي ديت بس بعد ما هي استوت في الارض وكده. ودوت طبعا بقى الارض بقى ارض الكرنب وكده. طبعا في بلاد اللي هي البلاد اللي برا بتقول على الكرنب اللي هو الملفوف، بس عشان احنا في الفلاحين بنقول عليه الكرنب. طبعا الكرنب دوت في منه نوع اللي هو النوع الشتوي والنوع اللي هو النوع الصيفي. طبعا احنا دوت النوع اللي هو الشتوي ما شاء الله. طبعا اللي هو النوع اللي هو الصيفي بيسموه اللي هو الكرنب البطة. بس دي اللي هو الشتوي بيبقى كرنب. ما شاء الله. اللهم بارك. تعالوا بقى يا حبايبي دوت بقى زي ما انا قلت لكم دوت التبن. تعال ننزل عند المواشي بتاعت ابويا وكده. دوت التبن اللي انا قلت لكم اللي بيطلع من الغله. اهو ودوت القش برضو اللي بيطلع من الرز وكده. اهو ما شاء الله. دوت علف علف المواشي بتاعت ابويا وكده. ما شاء الله. هنسمي بالله ونقول بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. ده بقى واحنا وانا عند المواشي بتاعت ابويا وكده. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.
متنسونوش يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، حطولي لايكات كتير. دوت بقى يا حبايب قلبي هنسمي بالله ونقول ما شاء الله، الله اكبر. دوت طبعا بقى ايه، وامي بتحلب اللي هي الجاموسة. طبعا بقى ابويا بيحب يربي اللي هو النوع اللي هو الجاموس، ما بيحبش يربي النوع اللي هو البقر. ده طبعا بقى ايه الجاموسة صغيرة مولودة يعني وكده. ودوت امي وهي بتحلب الجاموسة، طبعا هي بتحلب هتقولي بتحلب في شفشق ليه؟ هقول لكم طبعا هي بتحلب في الذرة اللي هو دوت، عشان مش هتعرف تشتري الحلة وكده. فطبعا بقى ايه تمسك الذرة اللي هو الشفشق يعني بايد، وتحلب بايد التانية زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. والجاموسة اخدت ايه، بتاخد يعني ايه على الواحد كده بهداوة وكده ما شاء الله. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بارك. شايفين يا حبايب قلبي دي المواشي اللي هي بتاعت ابويا وكده. طبعا بياكلوا اللي هو التبن والبرسيم، وبياكلوا حشيش، وبياكلوا ردة، وبياكلوا كزب، وبياكلوا حاجات من ديت. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم زيد ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي في الكومنتات. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله. المواشي بتاعت ابويا وكده بتاخد ايه، لو ابويا مش موجود ولا حاجه ام قلبين هو تعبان وكده ربنا يديله الصحه. فامي ايه بتحلب ايه الجاموسه هي مكانه. ودوت طبعا ايه العجله ديت عجل مولود وكده. فطبعا بعد ما امي خدت شويه لبن منها وكده، فطبعا هو يشرب الباقي وكده ما شاء الله. اهو عشان لسه صغير يعني وكده لسه مش عارف ايه، مش عارف حاجة. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ما شاء الله. ودي اكلة بتاعتنا برضو عجلة صغيرة.